اهلا بكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده بقى هنراجع سماعه هي يعني من الفئه زي ما تقول كده المتوسطه او الفئه الاقتصاديه، حاجه كده في الحنين خالص، وهي سماعه التكنو زون كي 38. في الاول خليني اقول لك سعر السماعه دي، سعرها هو 415 جنيه من عند كومبي ستيشن. هسيب لك لينك شرائها من كومبي ستيشن تحت في الديسكربشن لو انت لقيت ان هي اللي انا المواصفات اللي انا هقولها لك دلوقتي والتجربه وكل الكلام اللي فيه اللي انا هقوله لك دلوقتي مناسب مع استخداماتك، فانصحك انت تجيب السماعه دي من كومبي ستيشن. خلينا نبدا بتصميم السماعه دي. صراحه تصميم السماعه دي مختلف كده شويه، يعني مثلا بتيجي بنقوشات كده من عند الدرايفرات كده حوالين الدرايفرز، وبتنور النقوشات دي ار جي بي، وفي نفس الوقت برضو في مش كده موجود معمول كده تقريبا من يعني ماده الومنيوم كده او حديد حاجه كده يعني، والمش بصراحه خامته كويسه. في نفس الوقت برضو في من جوه شعار التكنو زون، فبرضو بينور ار جي بي. فبصراحه تصميم السماعه دي حاجه مختلفه كده، وحاجه بصراحه عجبتني. بصراحه التصميم ده يعني حبيته فعلا. بالنسبه بقى للبيلد كواليتي بتاعت السماعه، فهنا البيلد كواليتي جايه بخامات كده كتير مع بعض، مش فاهم بصراحه. يعني مثلا الدراع الاساسي اللي هو بتاع السماعه، اللي هو بيجي دراعين كده اساسيين في السماعه. الدراعين دول زي ما تقول كده، هو حاسس ان هما جايين من ماده الومنيوم او حاجه، لان هما مش بلاستيك. ما اعتقدش ان هما بلاستيك، لان فعلا السماعه مرنه جدا مرنه جدا جدا جدا. في نفس الوقت برضو مدهونين طبقه كده مط كده، حاجه غريبه. فبصراحه يعني البيلد كواليتي بتاعت الدراع ده عجبني قوي. وبرضه في نفس الوقت اللي هو فاكر انت النقوشات اللي انا قلت لك عليها دي اللي موجوده، الحته دي كلها معموله كده بتكستشر تحسه خشب، يعني معموله كده بطريقه الخامه نفسها تحسها خشب. مش متاكد بصراحه ده خشب ولا ده ايه، بس لما تيجي تخبط كده حاسس ان هو بلاستيك، بس هو لما تيجي تعمل كده تحس عليه او تخبط عليه او كده تحسه خشب. فبصراحه عاملين حوار جامد قوي بصراحه هنا في البيلد كواليتي بتاعت السماعه. بالنسبه بقى للمش اللي موجود ده، فهو ده زي كل المش اللي موجود في الفئه السعريه دي، بس الكام حاجه اللي انا قلت لك دول بصراحه خلتني كده مستغرب، بالذات الحكايه اللي هي النقوشات دي. مش عارف بصراحه ده خشب ولا ده ايه ده، فعاملينه بصراحه بطريقه جامده قوي. خلينا ندخل بعد كده بقى في الاير كابس. هنا الدرايفات بتيجي بحجم 40 مللي، فانا بصراحه ما حسيتش ان هي ضغطه لو دنيا او كده، لا كانت كويسه. وبالنسبه للاير كابس فهي مريحه، ويعني تقريبا زي معظم الاير كابس اللي موجوده في السماعات المنافسه في نفس الفئه السعريه، وكانت بصراحه كويسه. بس برضه خدت بالي من حاجه، ودي تقريبا مش موجوده في الفئه السعريه دي خالص، ان الاير كابس هنا بتتفك. يعني انت ممكن تفك الاير كابس كده كلها وتركب واحده ثانيه. بس الفكره بقى ان هو مش عارف هل تكنو زون مثلا بيوفروا اكسسوارات مثلا للسماعه دي كاير كابس او كده، مثلا الاير كابس بتاعتك اتقشرت او كده، ممكن انت تروح وتقدر انت تجيب اير كابس تانية وتركبها وتبقى كده المشكله اتحلت، ولا لازم ان انت مثلا توديها لهم فهم يعملوها بنفسهم او كده. مش عارف يعني هل دي حاجه مثلا اوبشن ممكن انت تشتري اير كابس مختلفه وتركبها على السماعه، ولا ما بيوفروش حاجه زي كده. بس عموما كون الاير كابس بتتفك في الفئه السعريه دي، فيعني بصراحه حاجه كويسه جدا. وفي نفس الوقت برضه اضافه مش موجوده عند المنافسين، يعني مفيش حاجه في الفئه السعريه تقريبا اعتقد بتيجي بحوار الاير كابس ان هي بتتشال وبتتركب تاني. وعندك برضو هنا البند اللي هو بتاع الراس، هو بيجي يعني اللي هو حوار ان انت تلبس السماعه وهو بقى هياخد الهايت بتاع السماعه بتاعتك. وبرضو كان يعني مريح، ما حسيتش منه مثلا بمشكله او كده، لا كان تمام. بس بصراحه هنا الصوت كان كويس، ما حسيتش ان في حاجه طاغيه على حاجه قوي. يمكن تربلات اعلى سيكه من البيز والمدات، بس ما حسيتش يعني بان هي طاغيه، لا كان حاجه اعلى بسيطه او حاجه كده يعني. بس يعني ككل السماعه تمام، لو انت مستخدم طبيعي مش هتحس بالحكايه دي خالص، وهتحس ان السماعه مظبوطه. وبصراحه ما واجهتش مشكله مثلا مع تجربه الصوت بتاعتها وكده. وهي دي كانت تعتبر تجربه استخدامي للسماعه، ما حسيتش ان هو فيها مشكله، يعني كانت كويسه معايا في الجيمنج، مونتاج معقوله يعني. سماعة تفي بالغلط جدا، وفي الفئة السعرية دي بصراحة التصميم ده وبالصوت ده فتعتبر سماعة كويسة. خليني اقول لك بقى مواصفات السماعة بتيجي بامبيدنس من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، وبتيجي بسنسيتيفيتي من سالب 46 دي بي ل 3 دي بي، وبتيجي بفريكونسي رينج من 100 هرتز لحد 10 كيلو هرتز. بالنسبة للمايك بقى بتاع السماعة، فبصراحة عجبني حوار المايك اللي موجود كده بطريقة مش باينة بقى، مش بتحط قدام بقك او كده. فبصراحة عجبني الحوار ده، لان هو بالذات لما المايك ما بيكونش بيتشال، انا بصراحه بتضايقني الحوار ده، لان انا مش معظم الوقت يعني ما بستخدمش المايك كتير، بس لما باجي استخدمه ببقى عايز ان ماشي تمام موجود. لكن مثلا انا في وقت مش بستخدمه فببقى عايز اشيله بصراحه واحطه مثلا على المكتب ولا كده، لما اجي ارجع استخدمه تاني او ما ارجع تاني المايك مركبه. فبحب الصراحه السماعات اللي هي المايك بيتفك ويتركب تاني،
بس يعني اللي عملوه في السماعه دي خلاني ان هو مش فارق معايا بقى المايك موجود مش موجود، لان هو المايك موجود كده زي حته كده مش قدام بقي وبتاع. فبصراحه كانت حركه حلوه وما اثرتش على الصوت، ما حدش اشتكى من صوت المايك، كان الصوت تمام. ما اعتقدش بصراحه ان كان في حوار اللي هو تردد الصوت ده اللي بيبقى موجود في ديسكورد او كده. فيعني كان المايك بصراحه كويس، ما واجهتش معاه مشاكل يعني. فبصراحه السماعه دي انا ما حسيتش ان هي يمكن فيها مشكله او فيها حاجه. سماعه كويسه جدا في الفئه السعريه اللي هي موجوده فيها، خصوصا برضو فكره التصميم الجديد، فكره الاير كابس اللي بتتفك. المايك مثلا، فكره المايك اللي هو مثلا مش هيقدروا ان هم يعملوا حاجه بتتفك وتتركب، فعملوه بطريقه كده حلوه بحيث ان انت يكون المايك مش قدام بقك او كده او مضايقك. لو انت عندك مثلا نفس المشكله اللي بتبقى عندي دي، ممكن يعني هي مشكله فرديه يعني، فانت ممكن مثلا تبقى عند معظم الناس حد تاني شايفها عادي يعني، ايه المشكله عادي يعني. فهي بصراحه كانت بالنسبه لي حاجه ايجابيه. فبصراحه السماعه يعتبر مختلفه شويه عن المنافسين في الفئه السعريه دي، وبتيجي بحاجات كده بصراحه اول مره اشوفها في الفئه السعريه دي. فبصراحه سماعه كويسه جدا، انصحك انت تشتريها لو انت معاك في نفس الفئه السعريه دي اللي هي 415 جنيه. ولو انت عايز تشتري سماعه ايا كان سعرها بقى، او اي قطعه هاردوير موبايل ايا كان، فانا بقول لك اهو انزل اشتريها يعني دلوقتي قبل 5 دقايق جايين، لان الدنيا زي ما انت شايف عماله بتعلى كده والاسعار عماله تغلى، فانت تلحق حرفيا. وبس كده، اتمنى اكون غطيت كل حاجه عن سماعه التكنوزون كي 38. هتلاقي لينك شرحها تحت في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو اللي جاي، وسلام.